بص يا صاحبي، هما كلمتين وما لهمش تالت. انا اما بنصحك ان انت تتطور وتكبر وتبقى حاجة كويسة في المجتمع وتبقى بني ادم ليك فايدة، مش بني ادم تنبل ومأنتخ، انا مش اجدع منك ان انا بنصحك. انا مش احسن منك ان انا بنصحك. انا ما بتكلم في فيديوهات عن التطور وعن ازاي تطور نفسك وعن ازاي تتعلم وعن ازاي تبقى كويس في الحياة قدام، عشان لما تكبر وشعرك يشيب زينا كده تبقى واقف على رجليك مش واقف مكسور. ده انا مش اجدع منك ولا احسن منك. انا لما بكلم كل اب وكل ام وبنصحهم في تربية ولادهم، وخدوا بالكم من الموبايل وخدوا بالكم من كذا وخدوا بالكم من كذا، انا مش احسن منكم. انا راجل بقول لكم على واقع عايشينه وعلى حياة عايشينها كلنا شايفينها، بس في ناس مغمضة عينيها عشان خاطر تربي عيالهم او عشان خاطر ما تزعلش عيالهم او الكلام ده كله. لا، انا بنزل الفيديوهات دي ما هي الا والنصايح وتوعية لاخواتي واصحابي اللي يعرفني واللي ما يعرفنيش. ده انا بعمل بيه زي صدقة جارية. انا راجل مثلا ما فيش امكانية ان انا اطلع صدقة كبيرة او اعمل حاجة، فانا بقول لك من واقع خبرتي ده بطلعه صدقة جارية. تمام؟ فانا مش اجدع منك، انا مش احسن منك. انا بنصحك انك تتطور، بنصحك ان انت تبقى كويس، بنصحك ان انت تتعب وتشيل المسؤولية، بنصحك ان انت تبقى راجل محترم وعندك شركتك او عندك مشروعك او عندك تعليمك الكويس او ايا كان اللي ربنا كاتبه لك. فخد بالك من نفسك وطور نفسك واكبر وحقق حلمك. بس مفيش حلم بيتحقق وانت نايم، مفيش حلم بيتحقق وانت ماسك التليفون. تمام؟ اللي مش في حكمه حلوه قوي بتقول اللي مش هيتجدد هيتبدد. يعني لو فضلت واقف مكانك والعمر بيجري بيك هتلاقي الدنيا مش احسن حاجه قدام. تمام؟ لما بكلم الابهات والامهات في موضوع التربيه، ناس كتير بصراحه في الفيديو اللي انا كنت نزلته اللي هو بتاع خليك قاسي او صعب مع عيالك والكلام ده كله، الحمد لله الفيديو ده جاب حوالي 1,800,000 مشاهده. ده بفضل ربنا ثم فضل اخواتي واصحابي طبعا اللي معايا على الصفحه. فنخلي بالنا من الحاجات دي كلها، نخلي بالنا من ان انا بنصحك من واقع حياة، بنصحك من تجارب. انا مش صغير، انا عندي 47 سنة. تمام؟ فبقول لك على الواقع اللي احنا عشناه زمان، انا مش عايزك تعيشه دلوقتي. يعني انا بتمنى من ربنا ان السن يرجع بيا تاني 20 سنة، بس يكون فيه التطور التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي. لان التطور التكنولوجي اللي احنا فيه ده سلاح ذو حدين، يا هيطلعك فوق يا هينزلك سابع ارض. وانت ودماغك ده بتاعتك انت بقى، انت كأب انت كأم انت كشاب انت كبنت، دي بتاعتك انت. التكنولوجيا والتطور اللي احنا فيه ده يا يطلعك فوق سابع سما يا ينزلك سابع ارض. ان انت تستغل التليفون. انا لو بقول لك، لو انا كنت ارجع سن 20 سنة تاني دلوقتي بالتطور اللي موجود دلوقتي، لا انا لما هيبقى عندي 40 45 سنة هكون في حتة حلوة. بس طبعا هتعب وهشقى واشتغل واطور نفسي وهعمل حاجات كتير ان انا اوصل للحتة دي. ان احنا برضو الهدف من الفيديو ان احنا نستغل التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه. التطور التكنولوجي اللي احنا بقينا فيه، الموضوع ده حلو جدا 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 جدا. ده اتاح لك ان العلم بقى ببلاش، التطور بقى ببلاش. إيه، ان انت تدخل فلوس من الموبايل اللي انت لازقه في ايديك ليل ونهار وحاطه جنب المخدة وانت نايم. انا بتكلم للبنات والصبيان وللستات وللرجاله. الموبايل اللي انتوا لازقينه في ايديكم طول اليوم ده اهو وبتقولوا اليوم ضايع، الموبايل ده يدخل لك فلوس كتير، يدخل لك فلوس كتير. بس انت اللي اهتم بالموضوع ده واهتم ان انت تعلم نفسك منه. العلام بقى سهل وبقى ببلاش. احنا زمان لما كنا نيجي نتعلم طبخة ولا نتعلم حاجة ولا كتب وقراية وكتابة وقصة كبيرة كده. لكن دلوقتي انت بدوس الزرار على النت بتخش تبحث عن المعلومة بتجيلك زي الباشا وانت قاعد حاطط رجل على رجل وعامل كوباية النسكافيه. فالموضوع بقى سهل، العالم بقى سهل، الدنيا بقت اسهل من الاول. مش عايزين نصعبها على نفسينا، مش عايزين احنا كأهل نصعبها على عيالنا. خلي ابنك ما تسحبش منه الموبايل، بس علمه يستخدمه ازاي. علم ابنك يستخدم الموبايل ازاي وازاي يطور نفسه منه، ازاي يتعلم مهارة منه، ازاي يتعلم لغة منه، ازاي يتعلم برمجة منه. ايا كان اللي هو حبه او اللي انتوا شايفينه في ابنكم فين، علموه منهم. الشباب والبنات طلعوا فلوس من الموبايل بدل ما انتم مقضيينها على التيك توك وعلى الانستجرام وعلى مش عارف ايه والحاجات اللي انتوا بتقعدوا تعملوها والحاجات اللي انتوا بتسمعوها والكلام ده كله. انتوا تطلعوا فلوس وانتوا قاعدين في البيت، هتناموا وتنتخوا برضو براحتكم، بس الكلام ده كله مش هيجيلك ببلاش.
ما هو انت لازم تتعلم عشان تكبر، انت هتتعلم عشان تدخل فلوس، هتطور نفسك عشان تدخل فلوس، وبعد كده هتبتدي الفلوس هي اللي تجيلك وانت نايم او انت هتنام براحتك. فتعلموا، اتطوروا، اكبروا. الدنيا بقت سهلة، العالم بقى سهل. اليوتيوب والنت ما خلوش حاجة، اي معلومة انت بتحب حابب تبحث عنها بتخش تكتب وهتلاقي حاجات كتير. انا بتكلم على حته اليوتيوب ليه؟ معلش الفيديو انا هطوله شويه، لان انا حابب انصح الناس كلها بصراحه. إيه، انت ما بتتعلم من على اليوتيوب او من على التليفون او من اي منصه موجوده يا معلم، انت ما بتدفعش فلوس. دي نمره واحد. نمره اتنين، انت بتتعلم براحتك. يعني ايه بتتعلم براحتك؟ مفيش حد قدامك بتقول له عيد لي الدرس مره واتنين، لكن انت على اليوتيوب هتعيد الدرس او تعيد الفيديو اللي انت بتسمعه مره واتنين وتلاته وعشرة وعشرين لغايه اما تفهمه. لكن انت بره هتبقى دافع فلوس، ولو في استاذ بيشرح ولا واحده بتشرح ولا ايا كان، هتقول لها عيد الدرس مره، مش هتقول لها التانيه، عشان انت ما يبقاش شكلك وحش قدام الناس وهي هتزهق منك والقصه دي. لكن انت ربنا مديك منحه كبيره من عنده، منحة كبيرة من عنده، ان انت تتعلم ببلاش، ان انت تفهم الدرس براحتك. هتعيده مرة وعشرة وعشرة وعشرين لغاية اما تفهم. فاستغلوا التطور التكنولوجي لصالحكم مش لضدكم. سلام.